غالبا دلوقتي انت قاعد بتقلب على الموبايل والفيديو ده ظهر لك، والفكرة كلها اللي هتخليك تكمل الفيديو ده هي الفضول. هو نفس الفضول اللي بيخليك تضيع وقت كتير بالساعات ما بين تيك توك، فيسبوك، انستجرام، يوتيوب. ايه المفيد في ان انا اعرف مين كسب مين في الجولة الفلانية، ولا ان انا اقعد وقت طويل جدا على الفيسبوك بتفرج على فيديو ملوش لازمة، او ان اخش اليوتيوب بلا هدف بدور على حاجات كتيرة انا مش هستفيد منها. طيب ما تيجي نسأل نفسنا، هو احنا ايه اللي بيخلينا نعمل كده؟ قبل ما اجاوبك على اي حاجة خليني الاول اعرفك بنفسي ونتكلم شوية مع بعض على حاجة مهمة، بس في مكان تاني لان حاليا ده وقت التمرين. انا شفت كمية مدربين الفترة الاخيرة على النت، كمية مدربين لا تعد ولا تحصى. انا حطيت نفسي مكان اي حد حرفيا لسه بادئ بيحاول يخش يتمرن. طب يا ترى هو عرف منين اللي ده بيقول صح وعرف منين اللي ده بيقول غلط؟ فلقيت ان الموضوع على قد ما هو مفيد وناس بتقدم معلومات وناس انا ذات نفسي استفدت منهم، على قد ما هو مضر كتير للي مش عارف. ممكن اقل واحد في دول لو عمل تمرين غلط واحد بس من اللي الناس بتنزله يقعد في البيت. فالفكرة كلها انت كمبتدئ تاخد معلومتك منين؟ وجات في دماغي فكره ان انا هبدا سوشيال ميديا خلاص. فنسيت اعرفك بالمناسبه، انا محمد ابراهيم، معد بدني واخصائي تاهيل واصابات ملاعب لاكثر من 10 سنين لانديه كتيره محترمه، وحاليا انا بره مصر شغال معد بدني. ومن هنا جات لي فكره ان انا ابدا سوشيال ميديا. اصعب حاجه كانت بالنسبه لي ان انا اكتب سكريبت او هشوف هتكلم في ايه. حرفيا انا كتبت اكتر من 10 سكريبت، حاولت في اكتر من 100 موضوع، كنت بكتب افكار 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 افكار، بكتب مواضيع 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 مواضيع، بحيث بشوف انسب موضوع ان انا ابدا منه. وكل ما كنت احاول اسجل كل لما كنت برجع في القرار. انا عندي الاف المواضيع، ما بين ازاي تتمرن، تعرف التمارين، عندي مواضيع كتير بتسال فيها كل يوم وبجاوب عليها كل يوم. مواضيع مختلفة خاصة بالناس اللي بتتمرن، سواء بقى لعيبة أو ناس عادية. فكل المواضيع والحمد لله عندي المعلومات الكافية اللي أنا أتكلم فيها. وبعد التدوير والبحث والريسيرش الكتير جدا عن آلاف المواضيع وآلاف الحاجات اللي أنا هتكلم فيها إن شاء الله، بس اكتشفت إن أنسب حاجة اللي أنا أتكلم عن مواضيع أصلا موجودة وفي نفس الوقت إحنا مش واخدين بالنا منها وتفيدنا في موضوع الرياضة وإزاي نحسن من صحتنا ونبقى أحسن. قلت بس أنا هبدأ أتكلم في أول موضوع عن الفضول. وكان الفضول هو انسب حاجه انا ممكن ابتدي بيها. فضولك بيدفعك اللي انت تضيع وقت كتير جدا في حاجات انت في غنى عنها، بتضرك، بتاذيك، بتاخد من وقتك، بتزيدك كسل، ما بتفيدكش باي شيء. حرفيا انت مش مستفيد حاجه لما تعرف مين كسب مين في الجوله الفلانيه، ولا مين عمل ايه لما شاف رد فعل مين. كل الحاجات دي انت في غنى عنها، انت مش محتاج تعرفها. وليه بقول لك كده؟ عشان انت لو بصيت، اللي انت لو شلت الجزء اللي فضولك بيدفعك فيه، اللي انت تفتح الانستجرام او التيك توك تقلب على حاجات انت في غنى عنها، تلاقي اللي انت عندك وقت كبير جدا في اليوم ينفع تتمرن فيه، سواء الصبح سواء بالليل سواء بعد الظهر. الفكرة كلها اللي أنا عايز أوصلها لك، اللي أنت بسبب الفضول مضيع وقت كتير جدا في حاجات كتيرة ممكن تستفاد منها، سواء تمرين أو حاجة في حياتك، تاخد كورس، تاخد دورة، تتعلم حاجة جديدة. الفضول ده ممكن يبقى ضار، ممكن يبقى نافع. أنت اللي بتحدد هو إيه. فضولك يدفعك إن أنت تبقى عالم أو شخصية ناجحة، فضولك يدفعك إن أنت تبقى ولا شيء، ممكن تبقى مجرد واحد قاعد بيضيع وقته، عندكش اي هدف. انت محتاج توجه نفسك للطريق الصح. كلنا عندنا فضول، كلنا بنحاول نرضي فضولنا سواء عن طريق السوشيال ميديا او عن طريق اي حاجة تانية. كل واحد فينا ليه طريقته في اللي هو يرضي فضوله. حاول اللي انت تسيطر على الموضوع ده، هتلاقي وقت ان شاء الله اللي انت تبدأ تمرين. وصدقني لو ركزت اللي انا بقوله لك هتلاقي نفسك عندك وقت كبير جدا ان انت تقدر تتمرن. بس كده، لو عجبك الفيديو اعمل لايك، سبسكرايب، سيب كومنت لو عندك حاجة تسأل فيها، والسلام عليكم.